السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال. النهارده ايه بقى؟ فيديو بتاعنا كده خفيف وبسيط خالص. بس ايه اهم حاجه بقى؟ تحطوا لي لايك كده وتشتركوا في القناه لو الفيديو عجبكم وتشتركوا معايا في القناه وتتفرجوا على الفيديو. ماشي، هنقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، انا كان عندي ايه جيبه قديمه، فقلت استغلها واعمل منها كده ايه شنطه حلوه، وهجدد كمان الشنطه ايه القديمه. كانت عندي شنطه كروشيه، فقلت ايه اغيرها، يعني اجددها واغير شكلها يعني، وحبيت ان انا ارجعها تاني عادي هرجعها. تمام. فانا رحت ايه حطيت الشنطه كده ورحت قصيت ايه عليها زي ايه نفس الشكل بتاع الشنطه كده. تمام. بس دي هعملها ايه يعني هخيط الشنطه الجينز وهحط جواها الشنطه الكروشيه ديت، وهخيط على ايديها. تمام زي ما انتوا هتشوفوا كده. بس كده. فانا حبيت بس ان يعني ايه اجدد واقول لكم ان انتوا مثلا لو عندك اي حاجه جينز، بنطلون، اي جيبه قديمه، بس هتكون مش هينفع تديها لحد يستنفع بيها يعني، فاهمين ازاي؟ لكن دي كانت متبهدله يعني، الجناب بتاعتها كده متبهدله، مش هينفع حد يلبسها. فقلت خلاص استغلها، وانا كنت عايزه اجيب شنطه يعني جينز، فقلت ايه استغلها ان اعملها ايه شنطه، وتقولوا لي ايه رايكم فيها. بس قصيتها كده زي ما قلت لكم. بس وديتها الصراحه بقى عند الخياطه، هي ايه خيطت لي الجناب كده زي ما انتم شايفين من تحت عشان تبقى جامده يعني. لو كنت خيطتها على ايديا ممكن الخياطه ما كانتش تستحمل. فقلت لها بس لفها لي كلها كده حوالين داير كلها زي ما انتم شايفين، وسيبها لي من هنا. تمام. انا بقى حطيت الشنطه من جوه، انا ممكن استخدمها عادي كده كشنطه، فاهمني؟ بس قلت بقى ايه استغل الشنطه تبقى يعني متينه كده وحلوه. يبقى مثلا ايه مثلا تبقى يعني حلوه من جوه، تبقى متينه، هي كده ممكن تستخدميها كشنطه يعني عاديه. بس قلت عشان تبقى يعني ايه شكلها ماسك نفسها يعني. بس وكان عندي الجيب بقى طبعا بتاع الجيبه ديت، حطيته برضو كده قصيته، وانا اللي حطيته بقى يعني، نسيت اديله الخياطه، فروحت انا خيطته على ايديا يعني. وخيطت بقى ايد الشنطه حوالين ايد الشنطه اللي هي الكروشيه. تمام. هنا كنت بوريكم ايه ان هي متخيطه يعني من هنا. بس هي سهله خالص يعني. بس ثبت بقى، بقول لكم ان انا هخيط كل الحروف ديت على الشنطه، هوريكم دلوقتي انا هحطها وكده. هي دي بقى. بصوا انا بقى قصيتها برضو كبيره شويه، ممكن لو انا عايزه اشيل الشنطه خالص واخرج بالشنطه الجينز كده. تمام. هتبقى عادي جدا، بس الواحد بيخاف بس لو انا خرجت ممكن تبقى سهله ان هي تتقطع، تبقى للسرقه ولا حاجه. فقلت لا احط معاها شنطه تانية علشان يبقى فيه يعني ايه، حتى لو اتحاولت اتقطعت ولا حاجه مفيش حاجه تقع منها يعني. تمام. لكن هي لو انتوا شلتوها كده عادي برضو، هو الجنس بتاعها تقيل مش خفيف يعني عادي. بس انا حبيت اغير يعني شكل الشنطه يعني اللي معايا. ولو حابه ان انا اشيل الجنس واخرج بيها عادي بالكروشيه مفيش اي مشكله. هنا كنت بوريكم ان انا هلف بقى كده كل الخيط ده، كل ده كده هيتدارى، هخيط ده كله كده على ايديا. فانا خيطته بطريقه سهله ومش مبينه، مش مبينه الخيط خالص يعني خالص. ولا وكمان خيطت الجيب كمان دوت. وبس وقولوا لي بقى رايكم فيها ايه. بس هخيطها بقى كده واوريها لكم، هوريكم ازاي انا خيطت الايد بتاعتها يعني. بس كده. لو وصلتوا بقى لحد هنا حطوا اللايك، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان بتتفرجوا، متنسوش تحطوا اللايك عشان نفسي القناه تكبر والله وتشتغل. بس ربنا يبارك في عمركم يا رب، ويحفظ اولادكم قادر كريم ان شاء الله. بصوا هنا كنت بقول لكم خلاص بقى انا ايه، طبعا السوسته الشنطه التانية فيها سوسته هتتقفل عادي. بس كده كنت خيطت بقى انا كل الحروف بتاعتها وحطيت الجيب وبقت شنطه. بس يعني ايه الحمد لله عجباني شكلها حلو، وجددت الشنطه اللي عندي فاهمني. وتغيير يعني. والجنس طبعا انتوا عارفين مش بيبطل، وشياكه شكله شيك برضو حلو وعملي، انك تخرجي بيه على طول عملي يعني، فاهمين ازاي؟ انت تخرجي بيه في اي وقت كده يعني، تلبسيه على اي حاجه بيمشي، انت فاهماني؟ مش بايدك، على كوتشي، على شوز، على اي حاجه بيمشي. بس كده. بصوا الخياطه مش باينه خالص ان انا خيطتها. بصوا سهله وبسيطه. وممكن انت برضو لو عندك افكار تانية ممكن تعمليها باي جنس عندك قديم، تعملي شنطه اصغر من كده اكبر من كده، ممكن تعملي شنطه ظهر برضو سهله. وتستعيني برضو ان حد يخيطها لك، لو انت عندك مكنه يبقى كويس جدا. انا عندي مكنه الصراحه مش بعرف اقعد عليها للاسف، بخاف عشان الولاد يعني ما يلعبوش فيها يتعوروا ولا كده. هنا بقى زمزم بنتي كانت عايزه تقول لكم ان ايه، بصوا بتوريكم بقى الجيب، فرحانه قوي بالشنطه اللي انا عملتها، مبسوطه. تقولي يا ماما انا لما اكبر هلبسها. قلت لها لو قعدت بقى يا حبيبتي ان شاء الله ما تكبري. بس فهي كانت مبسوطه بقى إن انا عملت الشنطه يعني. بس فقولوا لي ايه رايكم بقى. وعملت لهم بقى غدا خفيف كده، كان عندنا شوربه خضار، وعملت لهم بقى ايه رز معمر جميل جدا. طبعا انتوا عارفين معيار، انا حطيت كوبايتين لبن على كوبايتين رز. اسفه على الصوت معلش. وبتحطي طبعا ملح ومعلقه سكر، معلقه ملح ومعلقه سكر. وبتحطي زبادي لو عندك، ومعلقه قشطه ومعلقه سمنه بلدي او زبده. تمام اي حاجه اللي موجود عندك حطيه. بس وتدخليه الفرن، تسيبيه شويه كده في اللبن في اللبن وتسيبيه. دخلت بقى الفرن ما شاء الله طلع اللهم بارك بقى، عايزه اقول لكم تحفه 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 يعني. ما اعرفش انا بقول تحفه ليه، ما بحبش كلمه تحفه دي. كان جميل جدا، جميل 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 جدا يعني.
بصوا مش معجن ولا حاجه، طعمه خطير. طبعا الولاد عندي بيحبوه ما شاء الله، وانا بحبه الصراحه، بس هو حلاوته انه يتاكل هو سخن يعني. بس الفيديو النهارده كان بسيط مفيهوش تفاصيل كتيره، تمام. بس اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وتتفرجوا على الفيديو وتشتركوا عندي في القناه عشان القناه تكبر. ربنا يبارك في عمركم يا رب، ويحفظ اولادكم قادر كريم، ويرزق يا رب كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب قادر كريم يا رب العالمين. بس كده. بصوا الرز كان جميل ازاي. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.